يصادف 4 الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الفنان والقامة الكردية القديرة سعيد جاباري، والذي توفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان في مدينة هولير. في هذا السياق أحيا جروب جابارة الذكرى السنوية الخامسة لرحيله يوم أمس الأحد في قاعة ماربيلا بحي الحجر في مدينة الحسكة. تضمن الاستذكار كلمة باسم عائلة سيداي تيريج ألقاها الفنان جمال تيريج، تحدث فيها عن سنوات صداقته الطويلة مع الفنان الراحل سعيد جاباري. وبصدد إحياء هذه الفعالية قال برزان سليمان ابن عم الفنان سعيد جاباري: إننا كأقرباء ومحبي الفنان رأينا أنه من واجبنا إقامة هذه الفعالية، كما لفت إلى أن الفنان سعيد جاباري طرح كثيرا من المشاكل والقضايا التي تواجه الكرد في أغانيه. وشهد الاستذكار فقرات فنية غنائية ضمت الفنانين صفقان أوركيش وفرحان أبو ميديا. ترك بصمة كثير قوية، خاصة عدد الأغاني اللي غناها 4732 أغنية. الأغاني اللي غناها شملت الفولكلور الكردي، شملت الأغاني التي يتغنى بها العشاق والمحبون، الأغاني الوطنية، أغاني للمقاتلين الكرد في جبال كردستان، أعطاهم معنويات كبيرة، وأيضا أغاني اجتماعية. من خلال الأغاني الاجتماعية أيضا كان كثيرا ما يتطرق لبعض التحديات أو المشكلات الاجتماعية في المجتمع الكردي، ويحاول من خلال هذه الأغاني أن يجد حلولا لها. ترك بصمة قوية الفنان سعيد جاباري من خلال أن أصبح مدرسة لعدد كبير من الفنانين فيما بعد، وحتى الأجيال الصاعدة الذين جديد ما يتعلمون الفن والغناء تراهم يغنون لسعيد جاباري. ولكن نستطيع أن نقول من خلال الإرث الذي تركه أن سعيد جاباري لم يمت، بقي حيا بأثره ببصمته، كما يقول أحد علماء الاجتماع سبينوزا أن الخلود عند الإنسان أن يبقي أثرا عنه، وهكذا كان سعيد جاباري.